أهلا أهلا يا فنانين، تعالوا نرسم المنظر الطبيعي سهل. آخر حاجة بالماركرز اللي جبتها من شي ان. الماركرز دي سهلة جدا، بس هي عندها مشكلة صغنطوطة قوي ان هي مش بتدمج قوي مع بعض. تعالوا نشوف ازاي هنرسم منظر طبيعي ونحاول ان احنا ندمجها مع بعض. اول حاجة خالص زي ما احنا متعودين في الالوان الخشبية كمان، ان احنا بنبدأ بالدرجات الفاتحة، بعدين بنبدأ ندخل عليها بالدرجات الاغمق، نغمق درجة درجة. يعني هنا بدأت بأكتر مكان فيه إضاءة، اللي هو درجة البينك الفاتحة دي، وبعد كده هبدأ ان انا اخد درجات اغمق شوية عشان اوصل للدرجات او للتونز اللي موجودة كلها في الباك جراوند. وهبدأ اغمق واحدة واحدة. لو خدتوا بالكم انا راسة الماركرز عندي بالتدريج، يعني عاملاهم بالتدريج، هستخدم ايه بعد ايه بعد ايه لحد ما اوصل لاخر حاجة في الاطراف، او مثلا لاغمق درجة موجودة معايا. كل تون هبدأ ان انا اوزع منها حواليها شوية، وهبدأ ادمجها مع اللي بعدها. بدمجهم ازاي مع بعض؟ كل درجة بدمجها مع الأفتح منها أو الأغمق منها بالدرجة الأفتح. يعني مثلا البينك الفاتح هدمجه مع البينك الأغمق منه اللي عليه أورنج ده في مكان الإضاءة بالبينك الفاتح، والبنفسجي هدمجه بالأفتح، وهكذا لحد ما أعمل لهم بلندنج كلهم مع بعض. بصوا كده هبدأ أمشي عليهم كلهم على قد ما أقدر، بحيث ان هما يدوني شوية دمج بسيط. انا مش عايزاه يديني دمج الالوان الخشبية ولا الماركرز الناعمة ولا الووتر كلر، حتى انا بس عايزاه يديني افكت لذيذ يحسسني بالاجواء مش اكتر. بعد كده هجيب قلم حبر لونه اسود وهبدأ ارسم الاشجار اللي موجودة تحت، وبيه هرسم عمود الإضاءة. في عمود هنا في إضاءة موجودة في المكان. لو مش عارفين ترسموا الخط ستريت على قد ما تقدروا، ممكن ان انتوا تستخدموا اي مسطرة مثلا، وان هي تساعدكم ان انتوا ترسموا خطوط الى حد ما مستوية او مستقيمة. وبعد كده هبدأ بقى هنا الفانوس. هرسم الفانوس بتاعي. انا بحب دايما حتى لو في اخطاء بسيطة او الخط متعرج شوية ان انا اشتغل عليه تاني، مش ان انا يكون عندي مساحة اني امسح او اني اضيف عنصر جديد عشان اعدل الموضوع. فاهمين قصدي؟ اني بشتغل على الخط تاني لحد ما اوصل احسن نتيجة منه على قد ما اقدر. مرة على مرة هتلاقي ايديكوا مش بتعمل اصلا الاخطاء دي، والدنيا بقت اسهل بكتير يعني. هنا ممكن اجيب نفس القلم او قلم اتخن شويه، يعني السن بتاعه سميك شويه، وهبدا ان انا املى الاسود او الحاجات اللي المفروض تكون لونها اسود. هشتغل بقى عليها كلها واملاها كلها بالاسود بتاعي لحد ما تكون خلاص يعني وضحت كده معايا ان هنا الاضاءه مخليه العناصر اللي موجوده معايا في الرسمه او الاشجار والحاجات دي كلها موجوده بلون اسود، مش واضح عندي الدرجات بتاعه الالوان بتاعتها. باقي خطوة الأبيض. الأبيض أنا استخدمت قلم أبيض اللي هو الجيري رول اللي احنا بنستخدمه دايما، الجيري رول. واستخدمت مقاس 8، وفي طبعا 10 عندي بس أنا ملقيتهوش قدامي فاستخدمت 8 على طول. هعمل بقى بيه هنا الستارز كده، وهعمل كمان الهلال، وهعمل بيه شوية شهب كده ماشية تديني إحساس السما بقى بالليل والحاجات الحلوة دي. وحاول طبعا ان انا واحنا بنستخدم القلم الابيض حاول ان احنا ما نحتكش كتير باللون اللي تحت عشان ما يدوبهوش، فالابيض بتاعي يطلع ابيض مش نقي. هرجع تاني بالقلم الاسود، هعمل شوية اوراق الاشجار عشان الاوتلاين بتاعها ما يكونش مجرد اقواس او فسطونات كده، لا يكون فيه تفاصيل اوراق. متنسوش لايك وسبسكرايب وشير للفيديو.